يعني ده قلم. فين مين اللي كسره كده فيه؟ محمد. كسرته ازاي؟ وانا بلعب في الدرس كنت كسرته. وانت بتلعب؟ هو انت بتروح الدرس عشان تلعب ولا تذاكر؟ لا عشان ده القلم الكام؟ يعني ده كام واحد اللي اتكسر كده؟ احنا فاكرين من كترهم. انا ماليش دعوه ان هو بتلاته. احنا فاكرين من كترهم. ما انا عايزه افهم. لا مش وقت الشرب، انا عارفه. ما احنا هنا دلوقتي الوقت الشرب والاكل والحاجات الحلوه والتحليق. فين بس القلم يعني ايه ده؟ اعمل انا فيه ايه؟ كل يوم يا شطوره. فين بقى قلمك انت؟ راح فين؟ راح فين؟ انت مش لسه كنت حاطاه من 5 دقايق قلت لي؟ هما مين اللي ضيعوه؟ هو مين اللي بيضيع الحاجه؟ محمد سعيد سلمى. احنا شقتنا لو اتعصرت هتنسي الاقلام ضايعه. ولا هنشرب ولا هنعمل ايه؟ طب نشيل كوبايه المانجا اللي هتتقلب علينا دي لحد ما نخلص الواجب؟ لا معاها. احنا بنكتب. طب خلاص عشان نقوم نروق الاوضه اللي انتوا قاعدين فيها. ايه تقول ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ طب يلا باي. صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباحكم معطر بذكر الله. صباح يوم جديد كده مليان طاقة إيجابية وتفاؤل وأمل، ونبدأ بالدعاء اللي بيقوينا جدا وهيخليني أكمل معاكم الفيديو المتعب والمرهق. بصوا أنا طلع عيني بجد في الفيديو دوت. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي. يا رب قويني علشان أقدر يعني إيه اكمل مع اولادي اللي هيجننوني دول. النهارده انا جايه لكم بروتين مطحونه، والله العظيم العنوان ده حقيقي. وعلى فكره النهارده بمثل 95% من سيدات ونساء المصريين او النساء عموما في الفيديو بتاعي ده. هو ده حالنا في رمضان، ما بين مذاكره، ما بين تنظيف في البيت اللي احنا مش عارفين نعمل فيه ايه، ما بين المطبخ والحلويات طبعا والعصاير اللي عايزينها، كل حاجه. علشان كده نقول يا رب يقوينا كده ويعيننا ويجعلنا دايما بصحتنا علشان نقدر بخدمتهم. الفيديو بتاعي ده النهارده بدأ معاكم، وريتكم في بداية الفيديو ان انا كنت حاطه كيس كده فيه شويه كرنب على الحوض وحبه حاجات انا جايباها من السوق. انا كان في نيتي ان انا هعمل لهم محشي النهارده. قلت خلاص اطلع كيس الكرنب اللي عندي دوت واروح اجيب 2 كيلو بتنجان مثلا واعمل لهم محشي وكده، والنهارده ايه وافرحهم بقى وكده، هما بيحبوه ولادي. فقلت نزلت لفيت كتير والله وطلع عيني ما لقيتش خالص، كأن البتنجان النهارده كان ممنوع من السوق كله. فرجعت البيت قلت ايه مش لاحقه اعمل ايه، ومش عامله حسابي مثلا ان انا مطلعه لحمه او حاجه جديده من التلاجة من الفريزر. قلت خلاص اجيب بانيه بسرعه، قمت رايحه تاني جايبه بانيه بسرعه، وقلت خلاص الحق نفسي بقى في اليوم. وفي الوقت الحالي اللي انا واقفه معاكم في المطبخ دوت، في اللحظه اللي انا بغسل فيها المواعين دي كانت الساعه 3:15 العصر. بدأت على طول كده دخلت المطبخ بتاعي، ظبطت الحاجات اللي انتوا شفتوها في بدايه الفيديو، مسكت المواعين شويه مواعين صغننين كده الصراحه مكان السحور بس يا دوبك بالليل. وبعد كده يعني ايه هغسلهم وخلاص. يعني هما شويه سحور. استنوا بس عشان انا دلوقتي انا اميره زهايمر، اقترحوا عليا اعمل ايه في الزهايمر اللي عندي ده. اعمل ايه؟ انا بنسى بطريقه، انا ببقى بكلمكم في الفيديو نفسه والله العظيم وببقى ناسيه ايه اللي حصل اصلا يكون حصل في اليوم. ما علينا، استنوا هنفتكر دلوقتي. ايوه هقول لكم دلوقتي. انا غسلت شويه المواعين دول لمكان السحور علشان ابدا الفيديو بتاعي كده وابدا معاكم اصلا اليوم على المطبخ نضيف كده ومرتب، علشان يعني ايه نبقى واقفين في مكان كده هادي كده ونحاول يعني ايه نظبط الدنيا حوالينا. المهم بس انا عايزه اقول لكم حاجه بقى، خلونا في المهم دلوقتي. انا ملاحظه ان يعني 3/4 اللي بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي من غير مشتركين في القناه. بشوف الاحصائيات الاقي ان غير المشترك هم غير مشتركين. طب ليه؟ يعني انت خدي جوله في القناه، انت يعني انت بتشوفي فيديوهاتي، طب خلاص يبقى فرحيني بقى بالاشتراك في القناه، وعلشان نكمل الشرط بتاع اليوتيوب نكمل 1000 مشترك، وعلشان الحلم يكبر بقى بدعمكم. فضلا بقى اشتركي في القناه وحطي لي لايك. غسلت طبعا حبه الخضار اللي انا جايباهم كنت محتاجاهم، وبعد كده حطيت البانيه كده في المحلول بتاعي اللي هو ملح وليمون وشويه دقيق وحطيتهم كده في الحوض، وعملت بقى الخلطه او المكونات اللي بحط فيها التتبيله بتاعه البانيه. بحط عليه فلفل اسود وملح وكركم وبهارات فراخ، وبحط شويه مستردة ومعلقه مثلا كاتشب برضو، وبحط البيضتين، ولو عندي لبن بحط معلقتين لبن كده علشان بيدوا طراوه للبانيه. انا ما كانش عندي مستردة، جبت الازازتين قعدت اتك عليهم كده نزله بالعافيه حبه صغيرين، مع اني كنت عند الراجل والله العظيم وانا بدور على البتنجان عند الراجل اللي بيبيع اللي بجيب منه الحاجات دي. بس معلش، ما انا بقول لكم الزهايمر هيودينا في داهيه.
على فكرة الخلطة بتاعة البانيه دي حلوة قوي، ان يعني لو انت حد منكم جربها هتعجبه، لاني انا جربت كذا كذا تتبيلة للبانيه دوت لحد ما توصلت في الاخر ان دي اجمل طعم. وعايزة اقول لكم حاجة تانية، يعني اهم حاجة برضو في طعم البانيه ده عشان يطلع حلو. كنت الاول انا كنت فاكرة مثلا لما اجيب له البقسماط اللي هو ريتش باك دوت، الاكياس الجاهزة دي على الفيجيتار، يبقى هو ده اطعم حاجة. استخدمته فترة يجي سنتين تلاتة، بجيب ريتش باك، اكياس ريتش باك جاهزة كده على طول، البانيه ما كانش طعم. لحد في مره كده جوزي جاب لي كيس كده فيه شويه بقسماط، قلت له ايه ده شكله غريب، ده انا لا ده مش هيبقى حلو. قال لي بس جربيه. يعني اللي بيعمل الحاجات دي، الشخص اللي بيبيع بتاع العطار اللي بيبيع التوابل دي، بيشكروا فيه جدا جدا جدا. فمن ساعه ما استخدمت حقيقي البقسماط المطحون اللي هو جايبه لي من عند العطار، تحفه. عارفين يعني ايه رهيب بجد، طعم البانيه حاجه تانية، ده اتنقل كده في مكان تاني. فيعني جربي كذا عطار كده، بشتري بقسماط منه لحد ما تتوصلي في الاخر. يعني الواحد بيبقى بيعمل تتبيله البقسماط دي حلوه جدا، عشان يعني طعم البانيه يبقى يطلع معاكي مظبوط قوي. بعد كده بقى، على فكره انا بصور معاكم في اليوم دوت الخطوات بالظبط زي ما انا ما بعملها، يعني كل حاجه بعملها كده بديكم اللقطه بتاعتها كانت بتحصل في نفس الوقت. هنا المانجا برضو انا مفرزه مانجا في الفريزر. بصوا انا في رمضان بشكل في العصاير، يعني لا تمر، لا ايه تاني، لا مانجا، لا فراوله، لا ايه اسمها، اسمها ايه يا ميرا، اسمها لا صوبيا، لا ايه تاني، لا اسمه ايه ده، كركديه. انا عايزاكم تيجوا تسجلوا بدل الفيديو دوت. بشكل بقى، عارفين كل مثلا حاجتين ممكن ومع البلح طبعا اساسي، يعني البلح ممكن، يعني انا في اليوم ده ما عملتش معاكم بلح لان كان عندي في التلاجة ما حدش كان كله قبلها بيوم، فكل يوم بقى بشكل نوعين مع بعض كده. عملت لهم المانجا زي ما انتوا شفتوها برضو، قطعتها انا بقى على فكره بقشرها وهي متلجه، بتبقى سهله جدا بالمقشره، وبقطعها كده على طول وبضربها في الخلاط او بالهاند بلندر اي حاجه، يعني على حسب اللي في قدامي على طول. وبقوم شايلاها، شيلته هو كمان في التلاجة كده علشان يبقى العصير جاهز برضه. ودخلت على البوتاجاز بقى، البوتاجاز الصراحة يعني الصراحة بقالي يجي 4 أيام ما اتغسلش العيون بتاعته، اللي هو بيتمسح كده كل يوم وخلاص، او بيتغسل بالسلك هو كده نفسه وخلاص، والعيون بقى حتى هي قدامكم متبهدلة. فقلت بما ان الاكل اصلا بسيط النهارده، مش هعمل يعني اكل بسيط، بانيه ومكرونه، دي اسهل حاجه في الدنيا اي حد يقف يعملهم. وفي نفس الوقت قلت ايه، هصور معاكم الفيديو كمان يبقى اتشجع معاكم كده وعشان اتشجعكم، يعني بحاول اديكم شحنه نشاط في رمضان، وانا عايزه حد يديني شحنه نشاط انا كمان. ايوه والله ما اكدبش عليكم، يعني احنا رمضان عارفين انا في رمضان انا كأميرة يعني. بس استنوا الاول اكلمكم عن التوم ده. التوم اللي انا فرسته وعملت بيه فيديو ومحدش شافه على فكرة غير ناس بسيطة جدا. التوم ده والله العظيم بجد انا مش بقول لكم كده علشان انا اللي عاملاه، اللي هيجرب تفريز التوم بطريقتي مش هيغيرها مدى الحياة، وهيدعي لي كده ان انا يعني ايه عرف الطريقة دي. التوم بيقعد عندي، هتشوفوه انتوا وانتم بصوا، انا كده كده بصور معاكم الفيديوهات، طول ما احنا بنصور هتشوفوا بقى على مدار السنة كاملة التوم هو ابيض وحلو جدا وما بيغيرش ولا اي حاجه خالص لحد اخر بطرمان معايا. وعملت جهزت هنا صلصه برضو البانيه، صلصه المكرونه وكده، يبقى انا الاكل بتاعي كده يعتبر جاهز. تعالوا بقى نتكلم في التنظيف الشقه عموما يعني في رمضان. انا عشان اكون صادقه معاكم، يعني انا في رمضان 3/4 الاوقات ما بروقش الشقه بالنهار، يعني ببقى بعد الفطار مثلا بفطر مثلا او اعمل حاجه كل يوم حاجه. واليوم اللي بروق بيه فيه الصبح في شقتي في رمضان ببقى مش هعمل اكل، عندي مثلا اكل من قبلها بيوم، مثلا كنت عامله رز وطبيخ مثلا ولسه فاضل عندي اكل يا دوبك احمر شويه رز، ممكن ان انا اعمل حاجه في الشقه. هنا بقى انا بعمل ايه، بعمل مهلبيه. عارفين سر جمال المهلبيه دي ايه يا اميره؟ هقول لكم شويه او معلقتين الكريم شانتيه اللي بنضربهم في معلقه ميه كده وننزل بيهم على المهلبيه دي، هم دول اللي بيدوها الطعم الخطير بجد حقيقي. يعني انا من ساعه ما عملت ان انا احط عليها كريم شانتيه، المره اللي مثلا اقول ايه ده مش عندي خلاص مش لازم النهارده، المهلبيه دي ما بتطلعش حلوه خالص. وطبعا بما ان اللبن والنشا ده، ما اقدرش اقول لك مثلا حطي على الكيلو لبن 6 معالق او 7 معالق، ممكن يكون مثلا النشا اللي انت جايباه خفيف ما بيتقلش المهلبيه بسرعه، لان انا في اليوم دوت يعني في اللحظه دي وانا عامله المهلبيه خدت معايا حوالي 8 معالق او اكتر كمان، بسبب ان النشا اللي انا جايباها خفيف ما بيتقلش اللبن بسرعه. والمكسرات طبعا على وشها كده. وكده الحلو بتاعنا برضو بتاع اليوم
خلصناه. وحبيت بقى يعني اقتصر معاكم الفيديو، ما اوجعش قلبكم بقى اللي هعمله يعني شويه بنات يتحمروا وحبه مكرونه يتعملوا. وده الغدا. هنا المغرب كان لسه هيأذن بعدها باين لي ب3 4 دقايق كده، فقلت عشان برضو ايه اللي ما الاكل ما يبردش، المكرونه كده كده سخنه جدا، قلت البانيه علشان ما يبردش كنت لفاه كده بالفويل دوت. عارفين بقى المقطع يا أميرة اللي صورته معاكم في بداية الفيديو؟ أيوة بتاع عيالي دوت، اللي خلاص أنا دماغي قربت تسيح من اللي بأسسهم دول. أنا نفسي أعدي المرحلة دي، بس إن شاء الله هنعديها يعني. كانت في الوقت ده على فكرة، يعني هي كانت بعد الفطار على طول، أول ما فطرنا بعدها بنص ساعة بالظبط، ما كملتش يا دوبك البرنامج بتاع رامز اللي بيشوفوه ده شافوه، وقعدت أنا وهم بقى في الأرض كده، وقعدنا بقى نذاكر لحد ما طاقتي خلصت. والله العظيم عارفين طاقتي، مش انا بقعد اقول لكم الطاقه بتاعتنا يعني ايه، ونقعد نقول يا رب والطاقه نجددها وتتنشط. انا ساعات بتخلص بتخلص معايا عادي يعني، وببقى عايزه اي حد يديني شحنه طاقه ايجابيه. بس والله عارفين على قد ما هي بتخلص، على قد ما مثلا بنزل لكم الفيديو والاقي دعوه حلوه بتنكتب لي كده او كومنت جميل، بحس ان الطاقه بتاعتي اتجددت من تاني وعندي اقبال على الحياه من جديد. بالذات المذاكرة دي، انتوا عارفين احنا ممكن، يعني انا من الناس اللي ممكن اقعد اروق ليل ونهار، والله العظيم انا مش بتعب من الترويق خالص على فكرة. يعني انا بحب اصلا ترتيب البيت او النظافة او النظام او الكلام دوت، وما بحسش ان انا بتعب من التنظيف بتاع البيت. انا اللي بيتعبني المناهدة مع العيال وفي المذاكرة، الا المذاكرة دي بصوا المذاكرة، انا كان كل همي في الحياة ان انا اخلص تعليمي، فدخلت في تعليم تاني. بس يا رب يا رب ادعوا لي كده المرحلة اللي أنا فيها دي بتاعة التأسيس تعدي على خير كده، علشان الطاقة بتاعتي يعني إيه بتنفذ يا صديقاتي. الصالون بقى اللي أنا واقفة فيه ده أو الريسبشن اللي أنتم شفتوه دوت في بداية اللقطة كده، أما وريتكم شكله على الطبيعة بعد المذاكرة عامل إزاي. الريسبشن ده ما اكدبش عليكم وللمصداقية ما تروقش بقاله أسبوع، بيتروق. بصوا انا عايزه افهمكم اميره، انا من نوع اميره كاميره، يعني ما اقول لكم ما تروقش بقاله اسبوع، مش اللي هو ما بيتروقش بصفه يوميه، المخدات تتظبط الارض تتكنس، لا ده كل يوم بيتعمل الكلام ده. انا بالنسبه لي اللي بعمله معاكم في الفيديو ده هو ده اللي بقول عليه الترويق، اللي هو بنفض الكراسي، بمسح الترابيزه، بكنس الارض. وفي احداث كتير بقى يعني لو اقول لكم حصلت ما انا ما صورتهاش اصلا. ليه يا اميره ما صورتهاش؟ ده انت بتدينا مثلا طاقه ايجابيه. هقول لكم علشان طاقتي كانت خلصت، فانا كنت خلاص يعني اللي هو ايه، عايزه افكر في المرحله اللي بعد كده، اللي هي ايه يا اميره المرحله اللي بعد كده؟ السحور. يعني ما انا كنت في الوقت ده بقى الساعه 11 بالليل، فقلت والله يا اميره ما هتنامي النهارده الا ما تنضفي الريسبشن دوت. اولا يعني ايه كده كتير عليه البهدله اللي هو فيها. ثانيا لازم بقى لازم خلاص لازم حتى لو الطاقة بتاعتنا خلصت من المناهدة، لازم برضو يبقى في ايه، في نظافة في الشقة، في مكان كده وفي بخور نقيدها مثلا، او في معطر نرشه يدينا راحة نفسية. حتى لو احنا تعبانين بس النظافة بتفرق جدا والله في البيت يعني. انا بقول لكم كلام بشجع نفسي فيه وبشجعكم انتوا كمان بيه، يعني لو حد مثلا كسول زي شوية او من اول رمضان وهو قاعد كده ويقول مش قادر، لا اتنشطوا يا صديقاتي، يلا اتنشطوا، قوموا الصبح بقى شوفوا الفيديو دوت لما تشوفوه تاني يوم، يعني ايه اتنططوا في الشقة كده، اعملوا فيها اي حاجة مفيدة، يعني المهم زي ما انا يعني عملت معاكم حاجة مفيدة في الفيديو. وعايزه كومنت فضلا بقى، عايزه كومنت حلو كده يفرحني يرفع طاقتي بقى اللي انا بقول لكم اتشفطت دي. وعايزه بقى الناس اللي مش مشتركه تشترك في القناه. وزي ما انتم شايفين بقى تعالوا بصوا هنا، عايزه هنا ايه يا اميره، ايه اللي انت ايه اللي بكنسه دوت بقى، كنت يعني المكنسه ما ينفعش اصلا تشفط الكلام دوت، حرام عليا يعني انا اعذب المكنسه باللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده بقى انا قطعت مقاطع كتير قوي، لو اقول لكم المقاطع اللي انا قطعتها دي هي اللي هدت حيلي بجد، التنظيف في الجزء ده كده، ورفعت السجاده ومن تحتها ومن تحت كراسي معينه شلتها وكنست تحتها والم على الجاروف كده وحاجات كتير كده، احداث كتير. بس يعني ايه مش قادره بقى اصور، عارفين التصوير ده مرهق جدا فما كنتش قادره اصور. وبعد ما عملت كل دوت قمت ماسكه المكنسه تاني زي ما انتم شايفين كده، قمت ماشيه بيها تاني في الاوضه كلها من اولها لاخرها كده، قلت علشان مثلا لو في حته صغنطوطه مثلا انا ما يعني ايه ما كنستهاش بالمقشه، يبقى كل حاجه نظيفه كده والغرفه نظيفه.
ووصلت لاخر مرحله اللي بترفع معنوياتي. على قد ما ابقى تعبانه، على قد وانا بشم ريحه المعطر كده بحس ان انا يعني ايه، في انجازات، انا انجزت في اليوم دوت. بس كده خلاص، ونقيد الانوار شويه وقفلت عليا البيبان عارفين من ناحيتين والله العظيم عشان ما حدش يجي لي من ولادي، وقعدت كده طفيت الانوار كده زي ما هوريكم كده، وقعدت بقى شويه في هدوء. والفيديو كده خلص، وهستنوني بقى الفيديو الجاي. باي باي.